في البداية على موضوع طرح هنا في أعتقد أول من طرح الموضوع أن الهلال مقدم عرض لميسي قبل يومين. كان معنا خوسيه فيليكس زياز رئيس تحرير صحيفة الماركا. اليوم الأخبار العالمية كلها تتداول الهلال مقدم عرض. أنا عندي معلومة في أحد من أعضاء مجلس إدارة الهلال هو الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة موجود في باريس حاليا. موجودين في باريس حاليا. هو الرئيس بن الثاني في شيء من طرف الهلال موجود في باريس حاليا لموضوع ميسي. اعتقد ان الوضع واضح بعد جلب النصر لكريستيانو رونالدو والانتقال الكبير والتاريخي اللي نعتبره سواء لنادي النصر او الكره السعوديه. الواضح التوجه الاخير حتى من معالي وزير الرياضه، توجههم في من السنوات الماضيه، ولكن واضح